السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد مختلف، وهقول لكم انا بعمل ايه في اغلب اي حاجه بتواجهني، لو من الجيران او من اي حد. عامه لو انت ساكنه في بيت عيله وعندك مشاكل، يبقى حلك هو نفس حلي. وكمان لو عندك جاره في وشك، او كان حد في وشك يعني بيضايقك بالكلام في المطبخ او بيلقح بالمعنى الطبيعي، فالحل بتاعي هينفع معاكي. وعن تجربه بقالها اكتر من سنه. هو الراديو اللي موجود في اي بيت ايا كان، بتاخديه بتحطيه في المطبخ. انا حاطاه ناحيه الشباك كده، وساعات بشيل الحامل بتاع المجات واحطه. دي اكتر طريقه تخليكي ما تسمعيش لحد، ما تريحي بالك. وكمان احنا بنسمع قرآن، فبيهدي بالنا كده، وبيهدي صدورنا، وبيشيل من عننا اي حاجه ايا كانت. هي ما كانتش فكرتي، هي كانت فكره بابا، ربنا يديله الصحه يا رب. هو اللي قال لي شغلي القرآن وعليه في المطبخ، وكمان جاب لي الراديو ده. بس ده مشكلته ان هو لما بعليه قوي وهو بعيد عن الشاحن بيفصل. فانا كنت عايزه حاجه قريبه، فكان الراديو بالنسبه لي حل ممتاز. خصوصا كمان ان انا بستفاد منه، بسمع البرامج وبسمع ايات وكده. بس مش بعليه للدرجه اللي هي اطلع من المطبخ مصدعه، لا، انا بعليه بقدر الامكان ان انا ما اسمعش اي حاجه. ده حلو جدا بالفلاشة، وبتسمعي اي حاجة انت حباها، اي سورة في القرآن. بس زي ما قلت لكم، عيبه الوحيد ان هو بيفصل لما بعليه شويه، وكمان صوته مش عالي قوي. ده مثلا باخده وانا نايمه كده، بشغله جنب بنتي، بس ده اخره يعني. عايزه اقولك بقى، انت تريحي بالك من سواء جارتك او بيت العيله او حماتك في وشك، حد بيلقح عليكي، حد بيرمي كلمه، حد بيحب يغيظك، حد مش عارفه ايه. طبعا كلكم عارفين الامور دي كلها ابتلاءات من عند ربنا، الحمد لله عليها. ما ترديش الإساءة بالإساءة. هاتي راديو، هاتي سماعة كده عندك، أي حاجة أي كانت تقدري تحطي فيها. متحطيش أغاني، متحطيش الكلام ده، لا، حطي قرآن وعليه كده. انت بتتجاهلي الطرف التاني وبتخرسيه غصب عنه، وبتخليه ان هو يعني ما يقدرش يقول حاجة قصاد كلام ربنا. زائد ان انت بتسهلي على نفسك أمور بيتك اللي بتبقى في المطبخ عموما، وبتريحي بالك، وبيبقى راحة نفسية، وبيبقى حاجات كتير. عايزه اقول لكم بقى ان لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. ويا ريت يا بنات لايك على الفيديو عشان يترفع. وبحب اشكركم جدا عن التعليقات والدعوات الجميله جدا اللي انتوا بتقولوها لي. لكم مثلها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.